طيب شباب، هذا النموذج يحاكي الاختبار الوزاري لكن ل10 عام. عندنا 15 سؤال multiple choice questions، اختيار من متعدد، وعندنا 5 أسئلة اللي هي free response question. طبعا يا شباب كل سؤال عليه 4 درجات في هذه الصفحة، واللي ورا تتفاوت العلامات حسب طول السؤال والخطوات المطلوبة. طيب نبدأ بالموضوع الأول. أول موضوع عندنا إياه شباب اللي هو البيربنديكولار بايسكتور، يعني يكون عندك هذا الشكل أمامك باختصار، يكون عندك هذا الشكل أمامك مثلث بهالشكل وفي ري طالع بهالشكل، هذا الشكل اللي تشوفه أمامك هذا البيربنديكولار بايسكتور. هذا يا شباب البيربنديكولار بايسكتور يقص قطعة مستقيمة ويكون equidistant على الأطراف من نقطة تقع على هذا البيربنديكولار بايسكتور. يعني باختصار إذا شفت هذا الشكل، هذا الضلع يساوي هذا الضلع. بالتفصيل تلقاه بفيديو رقم 1 هذا الموضوع. فأنا أساويهم من بعض بالآلة الحاسبة. أكتب السايد الأول اللي هو 5x minus 6 اللي هو هذا alpha equals 3x plus 8. shift calculate. كم طلع معي الجواب؟ 7. هذا الجواب 7. واضح؟ طيب بالنسبة لهذا يا شباب اللي هو الانجل بايسكتور، يعني هذا الشكل إذا شفته أمامك يكون في خط نصف زاوية. واضح؟ إذا نصف زاوية معناها هذا الجزء يساوي هذا الجزء. هني طالب منك بالسؤال اللي هو الزاوية ABE. ABE هذه، مو هذا ينصف الزاوية، معناها هذا قياسه نفس هذا. إذا هذه 43 هذه بتكون 43. حضروا الفيديو رقم 5 أعتقد اللي هو الأنجل بايسكتور مشروح، وفي فكرة ثانية مهمة مش موجودة بهاي الأسئلة راح تلقونها بالفيديو. question number 3 هو عن convex. يعطيك convex شكل بهالشكل. واضح؟ الكونفكس تكون زوايا بهالشكل، يعني ما تكون في زوايا داخلية. يقول لك احسب لي قيمة x. فأنت شو تسوي؟ تجيب الآلة الحاسبة وتكتب كل الزوايا تجمعهم مع بعض. تبدأ بهاي الزاوية x تحط x زائد هذه 2x ناقص 20 زائد هذه كم 90 زائد هذه كم 90 زائد هذه كم 2x زائد 10. بعد ما جمعتهم كلهم مع بعض تحط يساوي كم؟ تعد عدد الأضلاع الموجودة 1 2 3 4 5 أضلاع. 5 ناقص 2 دائما ناقص 2 3. تعطيني 3 ضرب 180. نعم 180. شفت كالكوليت يطلع الجواب معي كم؟ 74. هذا هو. السؤال اللي بعده عندك parallelogram. طبعا يا شباب الباراليلوجرام يكون الأوبوزيت أنجلز متساوية، يعني هذه قياسها يساوي هذه، مو مجموعهم يساوي رقم مثل هاي الأسئلة أجمعهم وأسويهم بشيء، لا هذا يساوي هذا فتساويهم مع بعض بالآلة الحاسبة. تكتب الزاوية الأولى اللي هي 3x minus 4 equals هذا اللي هو 2x plus 16. يلا shift calculate يطلع معي جواب 20. ممكن يطلب منك y، لكن أنا أخذت هذه مع هذه لأن فيها الإكس، هني في الواي، احسبوا أنتوا للواي. اتفقنا؟ طيب بالترابازود يا شباب الدياجونالز يكون لهم نفس القياس. فبهالسؤال يقول لك AC، هذه AC قيمتها 3x minus 7 والدياجونال الثاني 2x plus 8. شو قلنا الدياجونالز قيمتهم متساوية، فتكتب الأول وتساويه بالثاني. الأول 3x ناقص 7 يساوي 2x plus 8. shift calculate يطلع معك الجواب اللي هو كم؟ 15. قيمة x تساوي 15. بالنسبة لهذا يا شباب السكيل فاكتور للدايليشن دائما يكون عندك شكلين، شكل قديم هو نسميه ايمج بري ايمج، والشكل الجديد اللي هو الايمج. هذا يحطون عنده رموز A B C، لكن الشكل الجديد A برايم B برايم C برايم مثلا. فدائما بدايتك من هذا اللي يكون فيه هذه الشخطات اللي هو الايمج مو البري ايمج، فتحط خط تروح على البري ايمج. في هذا المثال اللي هو اللون الاخضر اللي هو اللي عند الاي برايم بي برايم سي برايم دي برايم، تاخذ نقطة عشوائية يا A يا B يا C يا D. باخذ مثلا الاي، كم قيمتها على الواي؟ 4.
أكتب هني 4. بما إنك اخترت A لازم تختار بالشكل القديم A، تجبرك خلاص أنت مجبر تاخذ A، لأن A بنقارنها ب A بالشكل القديم كم قيمتها على الواي؟ 6. 4 تقسيم 6 بالآلة الحاسبة اكتبها يطلع عندك 2 على 3. صح اللي هو هذا غلط، المفروض 3 على 2 هني، اختيارين نفس الشيء بعدلهم لكم. طيب similar triangles من الأمثلة اللي يركزون عليها بالوزارة، يقول لك إن هذا similar، جد قياس AC. حتى أحسب AC أريد أعرف X، فشو تسوي؟ تكتب قيمة، يعني تكتب ضلع من أي مثلث. عندك مثلثين صح؟ اختار أي مثلث وابدأ به. مثلا باخذ هذا المثلث، اختار ضلع، أبدأ بهذا الضلع واكتبه X زائد 1 يساوي. الحين تروح على المثلث الثاني وتختار الضلع اللي شابه هذا اللي انت اخترته، وانت اخترت هذا هني منو شابهه؟ هذا X زائد 5، تحطه داخل قوس. يا ويلك إذا ما حطيت داخل أقواس، غلط السؤال. واضح؟ تحطه داخل أقواس بعدين ضرب وتحط شخطة. ترجع للمثلث الأصلي، تاخذ ضلع ثاني اللي هو 12 تحطه فوق، وتروح على المثلث القديم أو المثلث الثاني وتاخذ ضلع يشابه هذا 12 اللي هو 15، تكتبه على الآلة الحاسبة بهذه الطريقة x plus 1. انتبه هذا الأقواس أهم من السؤال نفسه. x plus 5 ضرب 12 على 15 shift calculate جواب is 15. واضح؟ الحين 15 موجودة، انت لو تحط 15 تجيب العيد رسمي. هو يريد AC 15 زائد 1 يعني الجواب 16. هو صح x قيمتها 15 بس هو ما يريد x، يريد AC اللي هي x زائد 1. بالنسبة لهذا يا شباب يعطيك رايت تراينجل وفي هذا الضلع اللي هو الهايت، تشوفونه هذا الهايت كيف ينحسب؟ تحط سكوير روت. واضح؟ تشوفونه هذا الهايت نصف الهايبوتنيوس أو الوتر للمثلث العود هذا إلى جزئين، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. فحتى تحسب الهايت تحط جذر وتضرب هذين الجزئين مع بعض. الجزء الأول 23 ضرب 8، اضربهم مع بعض بالآلة الحاسبة يطلع عندك جذر 46. هذا المثال يا شباب يقول لك هذيل التراينجلز ار سيميلر. وين الجملة الصحيحة؟ يقول لك T هذه هي نفسها P. نعم صحيح، هني T هي نفسها P كونغرونت، لأن N اللي عدالها شخطة هي نفسها منو اللي عدالها شخطة؟ الآر، والكيو عدالها شخطتين هو نفس الإس، وهذا اللي ما عنده شيء نفس هذا اللي ما عنده شيء، فمعناها T تساوي B. نعم صحيح. بالنسبة لي هذا يا شباب أنا عندي parallelogram، يقول لك احسب لي قيمة X. طبعا أنا عارف أن الأوبوزيت أنجلز قيمتهم نفس الشيء، لكن هذه مش معروفة قيمتها، وهذه ما أريد أخذها مع هذه، ما أريد X و Y بنفس السؤال، هو يريد بس X، ما ورط عمري. طب شو أسوي؟ ما عندي غير جيران، أقدر أحلها بالباراليلوجرام. الجيران هذيلا أو الكونسيكتيف المتتالية أو الأدجيسنت هذيلا الجيران اللي جنب بعض مو مقابل بعض، إذا جمعتهم مع بعض يعطيني الجواب 180. يعني لو تكتب الأولى اللي هي x ناقص 5 زائد الثانية اللي هي 2x بلس 11 يعطيك الجواب 180. شيفت كالكوليت جواب كم؟ 58. واضح؟ بالنسبة لهذا يقول لك رتب لي المثلثات من الأصغر إلى الأكبر. أول شيء عندي 3 أضلاع، وين أصغر؟ ركز معي، يريد من الأصغر. وين أصغر ضلع؟ هذا الضلع صح؟ شو الزاوية المقابلة له اللي هي سي؟ معناها نختار سي أول شيء خلاص نسحب عليها. بعدين بالترتيب بعد 3.8 شو يجي عندي بالأصغر اللي هو الأربعة. شو الزاوية المقابلة له اللي هي بي؟ صح؟ نحط بي. شو بقى عندك اللي هو 4.3 شو مقابله اللي هو A؟ إذا سي بي اي. اتفقنا؟ هذا يقول لك find the value of x. شباب نفس الطريقة اللي حلينا فيها هذا، نحط x يساوي هذه الإكس منو شابهها بهذا المثلث بالموقع 22 ضرب وتحط شخطة، ترجع لهذا المثلث كم تاخذ ضلع ثاني اللي هو 10 تقسيم على اللي شابهه بهذا المثلث. 10 تقسيم 2 نص ضرب 22 11. إذا تحب استخدم الآلة الحاسبة. بالنسبة للكايت يا شباب يقول لك جد قياس الزاوية كيو هذه. طبعا يا شباب مجموع قياس زوايا الكايتس 360 درجة، فأنت تجمعهم كلهم مع بعض وتساويهم 360. يلا الزاوية الأولى 110 هذه كم؟ ما أعرف قياسها، أعطي إكس زائد هذه 48 زائد
شباب هذه نفسها هذه، فإذا هذه سميتها إكس هذه نفسها بتكون إكس، فتعطيها إكس مرة ثانية يساوي كم؟ 360. شفت كالكوليت. جواب 101. أوكي. طيب هذا السؤال شو يقول لك؟ يمكن مش مبين الرسمة عندكم، ارسمها لكم على صوب. هذه ار اس تي، يقول لك اس تي هذه 4 فيت لونجر ذان ار اس، يعني لو ار اس قيمتها اكس هذه 4 لونجر، يعني اكس زائد 4. فشو يقول لك؟ find the length of the ramp، وهذه طبعا الزاوية قياسها 30. يقول لك جد قياس هذه الزاوية اللي هو خلينا نسميه نحن ار مثلا. طيب يا شباب، أول شيء أريد أحسب قيمة إكس. هني الإكس موجودة بالمقابل وبالمجاور، فأكيد أفكر بالتان. تان 30 يساوي المقابل على المجاور إكس بلس 4. تروح على الآلة الحاسبة، سوري، تحط تان، هذه تان 30، تسكر القوس، تحط فراكشن فوق إكس تحت إكس بلس 4. يلا شيفت كالكوليت وتحط يساوي إكس قيمتها كم؟ هذه 5.46. خلاص شباب، الحين أنا أريد شيء يكون فيه المقابل. المقابل صار معروف عندي، المقابل والوتر. المقابل والوتر ساين، خلاص ساين 30 يساوي المقابل اللي أنا صرت أعرفه اللي هو 5.46 على الوتر، ونحطها بالآلة الحاسبة يطلع معي قيمة الوتر اللي هو الرامب. هذا الرامب شباب دائما الجزء المايل، شباب كلمة رامب هو الجزء المايل. طيب ساين 30، هذه ساين 30، سكر القوس، تفتح 5.46 على إكس، شيفت كالكوليت. جواب كم؟ يطلع الجواب عندك 10.92. طبعا مش موجود بهذه الاختيارات. شو أسوي أنا؟ أختار أقرب شيء لل 10.92. شو أقرب شيء لل 10.92؟ 11. واضح؟ طيب بالنسبة لهذا الرامبس، الرامبس يقول لك AD هذا قياسها 2x بلس 4، والسي دي هذه قياسها 4x ماينس 4. فشو يقول لك؟ جد قيمة x. طبعا يا شباب القيم الأضلاع المتتالية الكونسيكتيف، يعني اللي يكونن ورا بعض أو جنب بعض بهالطريقة، يعني هذا متتالي مع هذا، هذول يسموهم كونسيكتيف، يعني مرتبطات مع بعض بهالشكل. هذول قياسهم نفس الشيء، فتساويهم مع بعض أنت. فتروح على الآلة الحاسبة تكتب الضلع الأول يساوي الضلع الثاني، شيفت كالكوليت. جواب 4. نروح يا شباب على اللهم صل على سيدنا محمد، الأسئلة الفري ريسبونس. أعطاك هذا الباراليجرام ويقول لك find the value of the variable، يعني جد قيم x و y. شو الفاريبلز اللي موجودة عندي؟ x and y، صح. طيب الحين يا شباب بالباراليجرام هذيل الدياجونالز يكونن هذيل هذا نفس قياس هذا، أو كل واحد ينصف الثاني، سوري، يعني هذا ينصف هذا، يعني هذه نفس هذه وهذه نفس هذه، يعني الإكس زائد 6 هذه تساوي هذه اللي هي قيمتها 11. يلا كيف نحلها؟ هذه إكس يساوي كم؟ 5 صح، تنقل هذه على الصوب الثاني فتطلع معك قيمة إكس تساوي 5. يلا بالنسبة لواي لايكوايز، واي ناقص 7 شو يساوي؟ يساوي 10. بنفس الطريقة يطلع الجواب 17. السؤال اللي بعده جد قيمة إكس. طبعا يا شباب أول شيء نكتب هذا إكس زائد 5، حط يساوي. نروح على على الشكل الثاني ونشوف بنفس الموقع منو موجود بنفس موقع إكس زائد 5 اللي هو بين الخطين والخط، بين الخطين والخط هي 15. تحط هني 15 ضرب وهذه شخطة. ترجع للمثلث الأصلي، تاخذ ضلع ثاني اللي هو ال4 تحطه فوق. منو يشابه هني؟ 5، تحط هني 5. يطلع جواب عندك كم؟ أحلها بدون آلة حاسبة. إذا تحبون استخدموا الآلة الحاسبة. إكس زائد 5، 15 تقسيم 5 3 ضرب 4 12. نقلها على الصوب الثاني الجواب 7. واضح؟ طيب use a Pythagorean to find the value of x. طبعا شباب دائما حتى استخدم الفيثاغورين بدايتي تكون من الضلع المقابل للرايت تراينجل. هذا x سكويرد يساوي، تكتب اللق الأول 24 سكويرد زائد اللق الثاني 45 سكويرد، بعدين تحط x بدون هذا السكويرد يساوي، تحط جذر كبير وتكتب هذيلا تحتهم. بالآلة الحاسبة يطلع معك هذا جذر
كم؟ 24 سكوير زائد 49 سكوير، جواب 51. واضح؟ بالنسبة لهذا find the value of x، ما أدري إذا مبين عندكم لكن خليني أرسمه. هني 29، هني 29 وهني x. يقول لك جد قيمة x، أنت عندك المجاور وعندك الوتر، لأن هذا المقابل للرايت الوتر. مجاور وتر كوساين، طيب مقابل وتر ساين، طيب مقابل مجاور تان. كوساين 29 يساوي المجاور على الوتر. تروح على الآلة الحاسبة وتحط كوساين 29 يساوي x على 29، شيفت كالكوليت، تطلع معنا قيمة x around 25.4. واضح؟ بالنسبة لهذا شو يقول لك؟ find sin l cosine l tan l وساين m cosine m tan m. سهل جدا الموضوع هذا. وين l؟ أول شيء هذه صح. يلا ساين l، أول شيء قبل ما تحل هذا السؤال شو تكتب له أنت؟ اكتب له مثلا الساين يساوي المقابل، بحيث يمكن يحط لك عليها علامات، المقابل على الوتر صح، والكوساين المجاور على الوتر، يعني اكتب له الثلاث قوانين. والتان شو تساوي؟ المقابل على المجاور اللي هو الادجيسنت. يلا ساين ال المقابل، طبعا هني شو يقول لك؟ ال تساوي 15، خلينا نحط الارقام، وام 36 وام 39. يلا ساين ال المقابل 15 على الوتر اللي هو 39، وتحلونها بالآلة الحاسبة، ما في داعي أكمله. زين. طيب ساين محلول ترى بالفيديوهات، هذا المثال نفسه. الحين خلصنا الساين، ناخذ كوساين ال يساوي كوساين ال المجاور، وين المجاور؟ ده هو 36 على الوتر. طيب والتان ال شو يساوي؟ المجاور، شو المجاور لها؟ 36 على المقابل اللي هو 15. خلصنا من موضوع ال. نروح على موضوع الام. ساين ام، هذه الام المقابل لها شو المقابل لها؟ 36 على الوتر اللي هو 39. دائما الوتر حطوه بمربع عشان لا تغلطون، يعني دائما مستحيل هذا يكون فوق، هذا الرقم الوتر مستحيل يكون فوق. كوساين ام شو يساوي؟ المجاور، وين المجاور؟ 15 على الوتر اللي هو 39. وتان ام شو يساوي؟ المقابل 36 على المجاور اللي هو 15. بالآلة الحاسبة تحلونه. واضح؟ نروح على الموضوع الأخير، موضوع بسيط جدا وسهل. يقول لك هذا الشكل موجود عندك، في عندك أنت هذا، اللهم صل على محمد، هذا الضلع طلع منه خط عمودي، وهذا خط عمودي، وهذا خط عمودي، تشكل عندي اللي هو شو؟ الانسنتر. هذا الانسنتر يطلع منه انجل بايسكتور، يعني يطلع منها هذه النقطة اللي بالنص انجل بايسكتور، يعني خطوط تنصف الزوايا. فهني شو يقول لك؟ جد الزاوية يو جي ام، وين يو؟ هذه يو طبعا، يو جي ام، وقلنا ينصف الزوايا. إذا هذه 28 هذه كم بتكون؟ 28 درجة. طيب جد الزاوية بي اتش يو، بي اتش يو هذه نفس الشيء. إذا هذه 21 هذه كم بتكون؟ 21 درجة. اتش يو اللي هو هذا، تشوفونه هذا اتش يو، خليني أرسم لكم الاتش يو. هذا الاتش يو تشوفونه، هذه 5 وهذه 12 بالسؤال. هذه يو، انتبهوا، خليني أحط ثاني، وهذه بي. هو يريد هذا، طبعا هذه قياسها 90 درجة، يريد هذا اللي هو اتش يو صح؟ طبعا يا شباب الاتش يو اوبوزيت لهذا، معناها هذا شو؟ وتر، فأقول اتش يو يساوي نفس ما حلينا هذا، تشوفونه؟ تحط سكوير روت 5 سكوير زائد 12 سكوير، 25 زائد 144 169، فيطلع جواب عندك 13. والله يساعدكم.